السلام عليكم يا شباب، ازيكم عاملين ايه؟ انا النهارده جاي اقول لك ايه احسن كتب انت ممكن تشتريها عشان تحلها وتبقى احسن كتب في السوق بقى، بعيدا عن الهاكس اللي بيبقى موجود وكتب فيها اسئله غلط وحوارات كده. تمام؟ ما تنساش اللايك والاشتراك وتفعل زر الجرس ويلا بينا. اولا كده انت لو بتاخد عند استاذ والاستاذ ده ليه كتاب بيحل منه وبيشرح منه وفي كل حاجه، خلاص اعتمد عليه. يعني انت خلاص ارتضيت ان انت تاخد عند استاذ ده جاب الكتاب حل منه، جاب مش عارف ايه حل منه، خلاص فاهم. ما تروحش بقى تقول لي ده انا كان عن ابن خالتي السنه اللي فاتت كان قاعد يحل من 13 كتاب ومش عارف وعمل وسوى ومش عارف. بص، الحل هنا في ثانويه عامه بيبقى بالكيف مش بالكم. يعني مش ما بيبقاش مجرد مثلا ان انت حليت كتابين ثلاثه. انا كمعاذ مثلا في الحل خلال السنه كنت بحل كتاب واحد. يعني مثلا في العربي انا كنت معتمد على كتاب محمد صلاح بس. في الانجليزي كنت معتمد عشان انا كنت وحش قوي في الانجليزي في اولى وثانيه ثانوي، فكنت باخد عند استاذ بيحل كتير، كان بيحل في الشرح من جيم والمعاصر. الفيزياء انا كان في حوارات كتير قوي في الفيزياء، فانا كنت باخد درس كان ليه كتاب وكنت بحل كتاب الوسام، فاهم. مش عارف مين. الكيمياء انا كنت معتمد على كتاب الامتحان فقط. الاحياء كنت طول السنه معتمد على كتاب الامتحان برضه. في ليالي الامتحان بقى ممكن في ليالي الامتحان والمراجعه النهائيه ممكن تحل كذا كتاب، تمام، عشان انت عمال تحل بقى وعمال تلم الافكار. اما في خلال السنه انت مش هتعرف تحل في كل ماده كتابين ثلاثه. الناس بقى اللي بتطلع تقول لك انا حل 3 4 كتب عشان تجيب الماده في شوال. انت غالبا لو هتحل 3 4 كتب وبجد هتخلصهم، انت بتكون بتحل بس ما بتستفدش. اللي انت بتغلط فيه ما بيتراجعوش، وده اصلا ضد المبادئ اللي انا بقولها لك. لازم كل حاجه انت غلطت فيها تعرف انت بتغلط فيها ليه. تمام. فلو عندك استاذ بتشرح او ليه كتاب حل وشرح، خلاص اعتمد عليه. تمام. عندك بقى كالعربي احسن كتابين موجودين في العربي هو كتاب كيان وكتاب بيان. يعني ده لا اختلاف عليهم، بغض النظر ان في شويه نصوص عند كيان بتلاقي الاجابات عبثيه حبتين ثلاثه الصراحه. بس هو كتاب يعني متوازن هو وبيان. ياتي بعدهم الاضواء، ياتي بعدهم الامتحان. تمام بالترتيب. هتقول طبعا في ناس هتقول لك لا ده الاضواء ده موت فوق. وجهه نظرك الصراحه، عشان انا بشوفه على الله حكايته. تمام. بنخش بقى في تاني واحده الفيزياء طبعا كتاب الامتحان وكتاب التفوق. كتاب الامتحان وكتاب التفوق. يجي بقى انت لو عايز تعلي قوي في الفيزياء روح لكتاب الوسام. مع اني الصراحه ما بشوفش ان كتاب الوسام كل اسئلته صعبه. اسئلته بتبقى في المتناول عادي وبتبقى بعض الاسئله صعبه بس. تمام. حلو عادي. كشرح، عشان انا هاكد عليك دايما ان شرح احسن كتاب شرح فيزياء هو كتاب الوافي. بقول لك اهو من اول السنه احسن كتاب بيشرح فيزياء في مصر هو كتاب الوافي. جيبه كشرح وفكك من الحل. قلت لك تجيب ايه حل. ككتاب كيمياء، كتاب الكيمياء انا كشرح كان في كتاب الامتحان لا خلاف عليه. وكبقى كحل عندك كتاب الامتحان، كتاب التفوق، كتاب مندليف. في نيوتن وافوجادرو. لا نيوتن ده في الفيزياء، نسيت اقوله. في الفيزياء عامه في افوجادرو. فدول احسن كتب بالترتيب يعني، مع اني بشوف ان التفوق في الكيمياء بيبقى احسن. بحاجه وهي الاحياء عندك كتاب الامتحان، كتاب التفوق. ما اعرفش، بص، الدليل بيبقى اغلبه مقالي بينفع للازهر. في النفيس الصراحه انا جبته حليت ربعه او اقل، لان اجاباته اسئلته عبثيه قوي. فانا بشوف ان احسن كتابين في الاحياء بدون منازع هو الامتحان والتفوق. تعتمد على اني شرح التفوق زي الامتحان الصراحه، فاي كتاب يعني. نسيت اقول لك صحيح ان في حل الاحياء ما تعتمدش على كتاب حد، ماشي، بالمدرسين بالاخص. انت فاهمني طبعا. الانجليزي عندك كتاب جيم والمعاصر. يعني هم دول احسن كتابين في السوق. هتقولي ايه احسن ككلمات اوقع واقرب للمنهج الاساسي؟ هو كتاب جيم. تمام. وياتي بعدين معاصر، في بقى ذا بيست، ماي نيو فريند. في الصراحه كتب كتيره في الانجليزي، فهي كلها تنفع لان الانجليزي مش موضع جدل عامه كمواد، فاهمني. دول كانوا احسن الكتب في الشرح او الحل خلال السنه. تمام. ما تجيش تقول لي انا في خلال السنه عايز احل كتابين عشان اكون مطرشم. مفيش حاجه اسمها كده. انا عايزك تحل كتاب واحد طول السنه وتركز عليه. غلطه تغلطها تشوف انت غلطت فيها ليه. في المراجعه النهائيه حل كتابين وثلاثه ورا. المراجعه النهائيه ليالي الامتحان حل براحتك. انا كمعاذ انا قلت لك انا كنت باخد شرح طول السنه. في ليالي الامتحان كنت جايب كتاب محمد صلاح، كتاب كان المراجعه النهائيه. في الفيزياء كنت باخد عند مدرس بكتابه وكتاب الامتحان المراجعه النهائيه، وجبت الوسام بس ما كملتوش الصراحه. في الكيمياء كنت بحل من الايزو مراجعه نهائيه والامتحان مراجعه نهائيه وكتاب المستر. في الانجليزي لا كنت بحل في الانجليزي كتير قوي لدرجه انا مش هعرف اقولهم لك. في الاحياء كنت بحل كتاب الامتحان وكتاب التفوق. وحاجه كمان يعني ماشي. انا مش عايزك بقى تحل اكتر من اللازم واعتمد على كتاب واحد بس طول السنه، والمراجعه النهائيه بقى اعتمد على كتابين وثلاثه براحتك وبس كده خلاص. سلام عليكم.